مصطلحات العربيات المستعملة علشان محدش يضحك عليك. العربية دي موديل 2002 وعدادها 65,000 كيلو بس. دي قلب عداد وش. المسطحات فابريكا. الحفرة دي لا، دي طوبة وقعت عليها من البلكونة. دي معناها ان العربية مقلوبة 5 مرات على الأقل يا معلم. العربية مش محتاجة مصروف بجنيه، صح، دي عايزة مصروف ب200,000 جنيه. دي مرفوعة بقالها 10 سنين، ولو خدتها انت اللي هتترفع مكانها. دي بحالة الزيرو يا باشا، الابواب اللي ورا محدش فتحها. دي كده مغيرة نص على الأقل. العربية رشة وش نظافة بس مش أكتر. دي معناها انها متمحرة معجونة اما طالع عينها. دي استعمال طبيب. دي تاخدها على الميكانيكي عدل لأن الدكتور ما كانش عنده وقت يصلحها. دي عربية بيتي، قصده انها مركونة عند البيت لأن ملهاش قطع غيار. دي تكييفها تلاجة، يبقى الكمبريسور بايظ والهوايه بس اللي شغاله. شايف الكاوتش عامل ازاي؟ الاستبن ما نزلش من على الارض، وانت اوعى تنزله لانه هيفرقع في وشك. اقسم بالله العربيه دي معمره، يعني محتاجه عمره موتور كامله. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لصاحب نصيبها. يعني هتلعن اليوم اللي شفت فيه العربيه دي وصاحبها. ده التابلو لسه بريحه الخواجه. دي معناها انها اتركنت من كتر اعطالها. البيع لدواعي السفر، يعني صاحبها هيقفل تليفونه ويهاجر على استراليا. دي استعمال حريمي. دي معناها ان كل حاجه فيها سليمه بس لوحدها. شايف تراب المصنع يا استاذ؟ قصدك تراب الطريق مطرح الحادثه اللي حصلت لها. انا بعامل ربنا، يعني ربنا معاك من اللي هتشوفه من العربيه دي. دي ممنوعات يا صاحبي. دي معناها البس عشان خارجين.